السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا اخوان، اينما انتم اينما كنتم، اهم شيء تكونوا تحبوا طال الحسون. فيديو اليوم هو رد على احد التعليقات، ما هو رأيي بانتاج الحسون هذا الموسم. الاجابة اخوي محمد، وطبعا للجميع الكلام. طبعا انا هذا حبيت اخذ التعليق هذا حتى ان اعمل فيديو او اجاوب او اعطي فكرة للجميع المتابعين عندي في القناة. الإجابة أخوي محمد إن ما في إشي اسمه يعني رأيي في الإنتاج هذا الموسم. رأيي في الإنتاج عندي داخل السلاكة، ممكن أعطيك رأي، لكن رأيي ما بقدر أعطيك إياه في بداية، يعني في الموسم، في يعني مثلا في بداية الموسم أو في منتصف الموسم. بقدر أعطيك الإجابة في نهاية الموسم بإذن الله تعالى. ليش؟ لأن أنا ممكن أحيانا أبدأ الموسم سيء، في منتصف الموسم يصير عندي الوضع أفضل، أو أبدأ الموسم جيد، في المنتصف يصير عندي سيء، أو في البداية يكون جيد، في آخر الموسم يصير عندي سيء الموسم، يعني يصير يموت عندي فراخ، يصير يبطل يعني البيض يفقس مثلا، يموت داخل البيض، أنثى تقوم عن البيض، يصير عندك فاش، مشاكل كثيرة. عشان هيك ما بقدر أقيم لك الموسم في منتصفه أو في بدايته أو في منتصفه. لذلك هذا السؤال يا إخوان يؤجل إلى آخر إيش الموسم. وكمان في شغلة ممكن كمان عندي أنا يكون داخل السلاكة، عندي هنا يكون الوضع جيد، وعند غيري ممكن بعيد عني، جاري يكون بعيد عني 20 متر مثلا ساكن، وعنده سلاكة يكون عنده وضع يعني سيء جدا في إنتاج الحسون. أو العكس، يكون عندي جيد أقصد يكون عندي سيء ويكون عنده جيد، يعني الإنتاج. فكل واحد بيعتمد على سلاكته، يعني ما بقدر أقيم الإنتاج بشكل عام أقول والله الإنتاج عند الكل سيء. لا، ما عمره صار هذا الإشي. أحيانا بصير عند واحد أو عند 10 مثلا أمور بتكون سيئة، وبتلاقي الباقي عندهم الموسم جيد. فأنت يا أخوي محمد، والكلام للجميع كذلك، أنت بتأخذ بالأسباب، وبعد ما تأخذ بالأسباب كلها على الله. يعني أنت أخذت بالأسباب، وضعت لهن الأكل المناسب لهن، وفرت لهن بيئة سلاكة، كل شيء الأمور تمام واسعة، في شجر عندهن يعششن فيه، في عندهن أكل متنوع، خيار، خس، بيض، كل شيء. وبعدين هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى. أحيانا تجيك، يعني أنا هورجيكم عندي هنا، هذه الأنثى شايفين يا إخوان، هاي هذه الأنثى مثلا ما زبطش منهن إلا فرخين، من أصل إيش؟ من أصل اللهم صل على سيدنا محمد، من أصل 4 بيضات، بيضة فاضية وبيضة اللهم صل على سيدنا محمد بيضتين مات في داخل إيش؟ داخل البيض. يعني طب شو السبب؟ ما بعرف أسباب الموت في داخل البيض. ممكن نقص رطوبة، ممكن قوة كلس أحيانا في البيضة أحيانا. بس انا باقي البيض مثلا عندي بيفقس، بس هذول حاله، يعني حاله خاصه. ممكن انت ما اعطيتش رطوبه كويس للبيض، صار مشكله معينه، قامت ما بترقدش كويس على البيض. ومثلا في بعض الاناث احيانا بيفقس 5 بيضات تحتيهن، وبزبط من 5 بيضات، احيانا بموت فرخ بموت. فهذا الامر يا اخوان، تقييم الموسم بيعتمد على كل سلاكه على حده. كذلك يا اخوان ما بتقيم في بدايه ومنتصف الموسم. بعد نهايه موسم الانتاج نقدر نقول والله انتجنا كذلك وسوينا هيك. كل واحد بيبعات في راسه رقم معين، اشي معين، حتى يعني يكون بالنسبه الى تقييم جيد جدا ممتاز. في الاخير الحمد لله رب العالمين، يعني الفضل لله والمنه، سواء يعني انتجنا بشكل جيد او متوسط أو قليل، في الأخير لا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. فالذي أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى هو لنا، والذي لم يعطنا إياه الله سبحانه وتعالى هو ليس لنا. كل شيء عند الله بمقدار. هذا حبيت أجاوب على الفيديو أخونا محمد، يعني ما هو رأيك في الإنتاج هذا الموسم؟ إن شاء الله يا أخوي محمد بعد نهاية الموسم بجاوبك بشكل جيد وأفضل بإذن الله تعالى. بالنسبة لسلاك، بالنسبة لغيره ما بقدر أجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.